نفرهرو. المتحف المصري الكبير بخلاف انه هو مبنى رائع، القطع الأثرية اللي فيه قطع أكثر من رائعة. من ضمن الحاجات المميزة جدا اللي الناس عادة ما بتاخدش بالها منه درع حربي واقي يخص الملك توت عنخ آمون واتلقى في مقبرته. الدرع ده مصنوع من قطع جلد متداخلة ومتثبتة على خلفية من الكتان، متثبتة بطريقة غير تقليدية إطلاقا وغير مفهومة. لغاية دلوقتي ما احناش قادرين نعرف ازاي نجحوا في تثبيتها بهذا التداخل. القطع الجلدية دي بيغلب عليها اللون الأحمر والبني. في دراسة اتعملت في بريطانيا على هذا الدرع، ووجدوا ان الدرع ده عليه آثار احتكاك وتآكل، مما يثبت ان هو ممكن يكون سبق استخدامه بالفعل. طب ده هيستخدم في ايه؟ اكيد في معركة، واحنا اللي نعرفه عن الملك توت ان هو لم يخوض معارك على الاطلاق. لكن كمان عارفين ان مومياء الملك فيها كسور في الساقين وجرح في الرأس. كنا دايما بنعتقد ان دي اصابة حصلت له في رحلة من رحلات الصيد، لكن دلوقتي هل هنغير النظرية ديت بما انه هو اصبح عنده درع حربي والدرع ده عليه آثار تآكل؟ هل ده معناه ان الإصابة اللي في الساقين وفي الرأس كانت نتيجة لإحدى المعارك الحربية؟ وهل كان الملك توت ملك محارب؟ لازم نفكر كتير في هذه الأسئلة ونحاول ندور لها على أدلة. المتحف المصري الكبير مش بس فيه صالات عرض، لا ده فيه واحد من أكبر مراكز الترميم في العالم، والأخصائيين المصريين نجحوا إن هم يقوموا بعمل رائع في ترميم الدرع الجلدي وفي الحفاظ عليه. الدرع ده كان في حالة متهالكة وحالة سيئة جدا، والصور اللي قدامنا بتثبت ذلك. هم نجحوا إن هم يعملوا منه درع حقيقي.